السلام عليكم ورحمة الله، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم دكتور أسامة عرفة، استشاري طب الاطفال وحديث الولادة. وسؤال في العيادة: دكتور انا ابني اتولد امبارح، والحقيقة الولد لما اتولد كتبوا لي قطرة نقط للعين مضاد حيوي، امشي عليها قد ايه وهل هي مهمة ولا لا؟ نقط العين هي عبارة عن إجراء وقائي للحفاظ على العين من بعض البكتيريا والميكروبات اللي بتبقى موجودة في مسار الولادة للأطفال. الفكرة إن الأطفال معظمها الوقت بيتولد قيصري، فغالبا ما بيمروش على المكان ده فما بيتعرضوش للمؤثر ده. فموضوع إن أنا أديله نقط عين أو لأ فيها كلام دلوقتي لكن الأصل فيها إن إحنا بندي أول 5 أيام لحد أسبوع بندي أي قطرة مطهرة علشان نحافظ إذا كان أثناء الولادة دخل أي ميكروبات أو أي إفرازات أو حاجة للبيبي. فبتوع القيصريه غالبا الموضوع مش فارق معاهم قوي، هو فارق جدا لو الولاده طبيعيه. لكن احنا على كل هندي نقط مضاد حيوي للعين، هتستخدم من 5 ايام لاسبوع، وبعد كده ممكن نوقفها اذا حصل ان في مشكله بقى في افرازات ملونه صفراء خضراء حاجه حصل سكندري انفكشن او بكتيريا، ممكن اطول على كده او اغير النقط. مع مراعاه ان احيانا في حديث الولاده بيبقى القناه الدمعيه عندهم ضعيفه شويه، بتحتاج مساج وتمرينات معينه، وتراكم الدموع نتيجه ضيق القناه الدمعيه او ضعف القناه الدمعيه ممكن يؤدي الى ميكروبات واحتاج نقاط. احيانا بنلجا لاطباء الرمد والعيون وهكذا ان هم بيتابعوا البيبي في القصه دي بالذات في موضوع القناه الدمعيه، لكن في الغالب هي ما بتسببش اي مشكله لان مع الوقت فعلا بيحصل لها تحسن. اطيب تمنيات لحضراتكم واطفالكم بالصحه والعافيه. شكرا.